وأنا أتحمل المسؤولية. لا يمكن أن تكون صاحب قلم وضمير حي أن تقول بأن كأس آسيا أكذوبة، ما حصل عليه المنتخب العراقي أكذوبة. حتى ولو كنت تقصد شيء آخر، أعتقد بأنك صحفي غير مهني بتاتا أن تتحامل على المنتخب بهذا الشكل، فأنت أجرمت في حق هذا المنتخب اللي جلب للمنتخب العراقي كأس آسيا، وتقول أن أبطال آسيا كذبة أوصلتنا إلى الهاوية. أبطال آسيا أوصلت العراق إلى التكاتف وإلى الوحدة وإلى الفرحة وإلى دموع الفرحة بعد ما كانت هناك دموع وحسرة من جراء القتل هناك في العراق. أبطال آسيا قطر لعبت عليها دور كبير بأن تحصد كأس العالم 2022. إذا أنت لا تعرف تماما مدى قيمة هذه البطولة لدينا احنا كعرب، ولدينا نحن كالجزيرة الرياضية ومشاهدي الجزيرة الرياضية والعراق، إذا أعتقد أنت الذي يجب أن تذهب إلى الهاوية، ويجب أن تحاسب على ما كتبت، لأن هناك مجهود كبير كان من المنتخب العراقي ومن الاتحاد العراقي ومن كل العراقيين الذين كانوا خلف المنتخب العراقي يشجعونه أينما كان هذا المنتخب. أعتقد بأن كلمتك تحتاج إلى وقفة من المسؤولين هناك في العراق. المنتخب العراقي أكبر منك وأكبر من يشكك فيه. يعني المنتخب العراقي أعتقد صحيح ربما لم يقدم المستوى، لكنه ضاع الفرص الكثيرة، وكان هناك بالفعل الحظ لم يقف بجانب المنتخب العراقي، وواجه منتخب ذكي، وواجه منتخب يحترم يا أخي، ألا وهو المنتخب الأردني. يا أخ حمد، كرة القدم أكيد تصير بها أخطاء،